احنا جايين النهارده نلعب في شويه ثوابت كده في الاغاني المصريه الحديثه والقديمه ان لزم الامر. تلعبي معانا؟ بقول لك ايه، يعني اي مغني في مصر هتلاقي ليه دايما كده سكته وطريقته وحركاته وتكاته اللي هي اي حاجه على نفس الوزن، وهنكمل بيها مع بعض دلوقتي. طيب نخش في الموضوع على طول. النهارده هكلمك عن عمنا وعم الشباب كلهم واحسن واحد بيغني في الكوكب بالنسبه لي وحكمدار الاغنيه الشعبيه، ومن غير القاب كتير بقى اقعد اتكلم عنه نص ساعه في الموضوع ده، عم عباس حموده. في دراسه عملتها على مدار 30 دقيقه كده وانا جاي في الطريق ان الاغنيه الشعبيه المصريه على مدار ال 30 سنه اللي فاتوا فيها مشاكل، في شحط محط ومهرجانات واخصام واعراض وقصه كبيره كده، وعاملين الناس دي كلها عامله قلق في الشغلانه، الا الحكمدار في حته ثانيه لوحده. يعني عباس حموده مع حفظ الالقاب وبالادب، هو يوم ما قرر يعاتب عتاب الكبار، اللي هو تسمحوا لي اقول لكم انا قلبي شايل منكم. بقول لك حكمدار ده مش محتاج مايك، ده بيغني بالاصول. يعني عم عباس حموده لما قرر يحب ويبقى رومانسي، حب حب عمر قلب حد ما حس بيه ولا سامه زين في تاريخه، يعني خلاص جاب سقف الموضوع. يعني عباس بيقول ايه؟ انا دايما في احتياجك، كل اللي في مزاجك يا سيدي انا هعمله، ما دام قلبك في ايدي انا طوع امرك يا سيدي وطريقنا نكمله، اديني حب اكتر اديك الشوق يا سكر. شايفه العطاء؟ شايفه الجمال والرقي؟ شايفه ايه بس؟ ده كفايه هو بيقول خد مني قلبي انا اديهولك ببلاش، اديني قلبك. مش بس كده، الموضوع مش هات وخد، اديني قلبك اشتريه وفلوسي كاش، خد قلبي وروحي كمان انا كسبان مش خسران. هو ايه الرقي وايه الجمال وايه الكرم ده؟ يعني بصي كده، احنا اتكلمنا عن العتاب والرومانسيه والحب والعطاء، بصي بقى في الكرم، اديني جرام محبه اديك وقه حنان، اديك بزياده حبه وتوزع على الجيران. انا اعرف واحد يحب واحده مثلا عشان خاطر يعني يقول لها بحب صفاتك، بحب غلطاتك، بحب اي حاجه، لكن اديكي حنان وتوزعها على الجيران دي جديده. الراجل عنده كميه عطاء مش موجوده في حته. يعني خلينا دلوقتي نتفق انا وانت واحنا قاعدين مع بعض كده ان عباس حموده مختلف، ونقوم من هنا واحنا الاثنين متفقين انه مختلف ولا مش مختلف؟ كل مطربين الجيل اللي حوالين عبد الباسط اللي قبله واللي بعده اللي جم في التاريخ هم بيغنوا للعيون والخدود والرموش والشفايف والوش. عباس الوحيد اللي قال كلك عاجبني يا ولا، كلك عاجبني، مفيش معلم يا ولا يحاسبني ليه؟ عشان حكمدار. طبعا انا مش هتكلم عن لو وصفتك سنتي سنتي كل حاجه فيك حبيبي، الراجل رافع المقاسات وظابط الاداء وجاي وعارف هو عايز ايه. تعالي بقى معايا كده لاغاني اليومين دول. ايه اكتر اغنيه شعبي مسمعه مع الناس؟ بنت الجيران تقريبا. بنت الجيران. سكر محلي محطوط على كريمه. ايه موعان النفس والتلزيق ده؟ ايه كميه الكالوريز والتخن والعلاقه البايظه دي؟ شوفي بقى عبد الباسط قال ايه؟ قال صباح ابيض وقشطه وخالي من القلق وخالي من الاونطه يا اجمل ما خلق. شايفه القيمه الغذائيه في الصباح بتاعه، صباح صحي جميل. تقوم انت تيجي في الاخر تقولي لي اصل هو بيعلي صوته عليا. يا شيخه خد، طب خد، يلا خد.